في مرة شاب عنده 25 سنة كده كان بيتكلم معايا بشكل ودي. قال لي إنه في فترة من حياته كان بيلوم نفسه زيادة، بيعاتب نفسه باستمرار وبيأنب نفسه طول الوقت. والده لاحظ ده واتكلم معاه، وبعدين قال له جملة حلوة قوي. قال له يا ابني أنت مش ربنا، وده أهم درس لازم تتعلمه في حياتك. وقال لي فكر فيها كده وأنت هتفهم هو كان عايز يقول لي إيه. في البداية أنا ما فهمتش هو يقصد إيه، بس دلوقتي بعد كل اللي عديت بيه، بعد كل الأخطاء والنجاحات، بعد كل اللحظات اللي حسيت فيها إني قادر على كل حاجة ولحظات تانية حسيت فيها إني مش قادر على أي حاجة خالص، فهمت إن الجملة دي هي السر الأول والأخير للسلام النفسي اللي كلنا بندور عليه من سنين. السلام عليكم، مساء الخير ويا رب دايما تكونوا بخير. انا حسن نجار وخلينا النهارده نبدا مع سيف. والحقيقه ان انا في الوقت ده كنت بقول لكم اسم الحلقه او موضوعها، لكن النهارده انا محتاجكم تركزوا معايا وانتوا هتفهموا لوحدكم معنى الحلقه دي. سيف كان بيمر بازمه حقيقيه. قال لي انا حاسس اني فاشل في كل حاجه، رغم ان كل حاجه بتمشي تمام. بس سيف حكى لي انه بقاله شهور ما بيعرفش ينام من القلق، مش عارف يرتاح خالص، وده كله بسبب انه بيحاول يسيطر على كل تفصيله في حياته. بيقول لي انا مش قادر اخلي المرضى كلهم يحبوني، مش قادر اضمن ان الشغل يفضل ماشي كده على طول، مش قادر اضمن ان اهلي يفضلوا بخير، ولا قادر اضمن ان صحتي تكون افضل. انا حاسس اني لازم اعمل حاجه عشان اسيطر على كل ده، بس مش عارف انا المفروض اعمل ايه. سيف كمل وقال لي انه بقى يصحى الفجر كل يوم وهو قلبه بيدق بسرعه، مش عارف يسكت صوت جواه بيقول له انت لازم تعمل اكتر، ولازم تخطط اكتر، ولازم تتحكم اكتر في حياتك. وصل لمرحله انه كان بيكتب قوائم مهام للحاجات اللي هو اصلا مش متحكم فيها، زي لازم اتاكد ان الناس تحبني، واضمن ان مفيش اي مشاكل تحصل مع حد من اهلي. الحاجه اللي اثرت فيا اكتر لما قال لي انا عارف اني بعمل حاجات غبيه بس مش قادر اوقف نفسي، كل ما احاول اسيب الموضوع يمشي لوحده احس اني بهرب من مسؤوليتي. سيف وصل لمرحله انه كان بيحس بذنب لما ما يعملش حاجه علشان يضمن ان حياته تبقى مستقره. المشكله مش في سيف، احنا اتربينا على فكره ان الانسان القوي هو المتحكم في كل حاجه، ان النجاح معناه انك تبقى قادر تسيطر على كل الظروف اللي حواليك. بس ده وهم كبير بيدمرنا من جوه. تعرف ايه اللي بيحصل في دماغك لما تحاول تسيطر على حاجه خارجه عن سيطرتك؟ دماغك بيفرز هرمون الكورتيزول بمعدلات رهيبه جدا، وده الهرمون المسؤول عن الاجهاد والتوتر. ولما يفضل مستواه عالي لفتره طويله بيبدا يدمر خلايا المخ المسؤوله عن الذاكره والتركيز. يعني حرفيا محاوله السيطره على كل حاجه بتخلي عقلك اضعف مش اقوى. فكر معايا كده في احمد زويل، العالم العظيم ده لما راح امريكا ما كانش يعرف انه هيكتشف الفيمتوثاني ويكسب نوبل. كان عنده خطه انه يبقى كيميائي كويس، بس ما كانش متحكم في ان الظروف تخليه يكتشف حاجه تغير العالم. احمد زويل كان بيشتغل بكل طاقته في اللي يقدر عليه وسايب الباقي لربنا. نجيب محفوظ اللي كسب نوبل في الادب ما كانش بيحاول يتحكم في ان الناس تحب كتاباته او لا، ما كانش بيحاول يضمن انه يكسب جوائز، كان بيركز على اللي في ايده بس، اللي هي الكتابه نفسها. والنتيجه بقى اعظم اديب في تاريخ العرب. رجعت اكلم سيف وقلت له تعالى نعمل حاجه بسيطه، هات ورقه واكتب عليها كل اللي بيقلقك وبعدين نقسمها لجزئين، حاجات انت متحكم فيها وحاجات انت مش متحكم فيها. سيف كتب قايمه طويله جدا: صحه اهلي وحب المرضى ليا، استقرار الاقتصاد ونجاح العياده، صحتي وعلاقتي بخطيبتي، اراء الناس فيا والمستقبل حتى بشكل عام. لما قسمناها لقينا ان 90% من اللي بيقلقوا دي حاجات هو مش متحكم فيها خالص. الحاجات اللي هو متحكم فيها كانت ايه بقى؟ جوده شغله في العياده، طريقه تعامله مع المرضى والاهتمام بصحته، طريقه برضه تعامله مع خطيبته. قلت له يا سيف انت عايش في جحيم عشان بتحاول تسيطر على حاجات مش في ايدك وبتهمل الجزء اللي في ايدك فعلا. سيف بدا يطبق اللي اتفقنا عليه كل يوم الصبح، بقى يسال نفسه سؤال واحد بس: ايه اللي اقدر اعمله النهارده واكون فعلا متحكم فيه؟ وبدل ما يقعد يفكر ساعات في ازاي يضمن ان المرضى يحبوه، بقى يركز على انه يدي افضل خدمه يقدر عليها وخلاص. النتيجه في خلال اسبوعين سيف قال لي ان النوم بقى احسن، القلق بدا يختفي بشكل ملحوظ، وحتى شغله اتحسن عشان بقى يركز في اللي بيعمله مش في النتائج اللي مش مضمونه. في استطلاع رأي اتعمل من فتره على عدد كبير من الناس، تقريبا 5000 شخص لمده كذا سنه، لقوا ان الاشخاص اللي بيركزوا على اللي في سيطرتهم ويتقبلوا اللي مش في سيطرتهم بيعيشوا بشكل افضل ومختلف، وبيقل عندهم معدلات الاصابه بامراض القلب، وكمان بيبعدوا بشكل اكبر عن امراض الضغط والسكر. وده بالمناسبه مش كلام فلسفي، ده علم. الدكتور مارتن سيليجمان اللي يعتبر ابو علم النفس الايجابي قال جمله مشهوره وقويه جدا: لا يمكنك التحكم فيما يحدث لك، لكن يمكنك التحكم في كيف تفسره. وهنا بقى نقطه مهمه قوي: لو انت فسرت كل حاجه على انها شر ليك، وقتها هتفضل تدخل في متاهات، هتشوف نفسك انت الشخص الوحيد المبتلى، تشوف ان الدنيا كلها جايه عليك، هتشوف برضو ان الناس كلها مبسوطه وانت التعيس الوحيد. على النقيض لو بصيت للي بيحصل بنظره مختلفه، تيقنت انك في ابتلاء او في مشكله، لكن في نفس الوقت انت في رعايه ربنا، وده اهم سبب يخليك تطمن، لان ربنا مش هيضيعك ابدا. وقتها هتشوف الابتلاء ده رفع درجات وتكفير ذنوب، مش هتشوفه انه نهايه العالم. وتعالى كده فكر معايا في قصه انت اكيد عارفها: يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت ما كانش يقدر يعمل حاجه غير انه يدعي ويتوب ويستغفر. ما حاولش يضرب الحوت من جوه ولا يسبح جوه الحوت، ما حاولش يسيطر على الموقف، سلم نفسه تماما وعمل اللي يقدر عليه: الدعاء والتوبه. والنتيجه ربنا انجاه. دي مش حدوته قبل النوم، ده درس عملي في ازاي نتعامل مع اللي مش في سيطرتنا، نعمل اللي نقدر عليه ونسيب الباقي لانه مش بتاعنا. الحقيقه
ان قبول اننا مش متحكمين في كل حاجه مش ضعف، ده قوه واحترام لانسانيتنا وطبيعتنا. الضعف الحقيقي هو ان نفضل نحارب حروب مستحيله ونتجاهل المعارك اللي ممكن نكسبها فعلا. لما تقول لنفسك انا مش قادر اسيطر على كل حاجه، ده مش استسلام، ده حكمه، وانك بتحترم حدود انسانيتك، وده بيديك طاقه اكبر تركزها في اللي فعلا تقدر تغيره. اللي عايز اوصله لك ان قبول ضعفك وحدودك مش نهايه المطاف، ده البدايه الحقيقيه لحياه اقوى واكثر تاثير. لما تشتغل كانسان عادي بيعمل اللي يقدر عليه، هتلاقي ان تاثيرك الحقيقي بدا. بس ازاي بالظبط؟ ازاي نحول الفهم ده لحلول عمليه تغير حياتنا فعلا؟ الحقيقه ان اقوى 4 اشخاص عرفتهم في حياتي كل واحد منهم اتعلم درس مختلف في ازاي يحترم حدوده ويستغلها لصالحه، وكل درس منهم ممكن يغير حياتك لو طبقته صح. داليا لما رجعت لي بعد 6 شهور من اخر مره اتكلمنا كانت شخص مختلف تماما. قالت لي انت عارف ايه اللي حصل لي؟ بطلت احاول ابقى مثاليه في كل حاجه، وده خلاني مثاليه في الحاجات اللي تستاهل فعلا. داليا حكت لي ان شغلها كمهندسه ديكور كان بيخنقها عشان كانت بتحاول ترضي كل العملاء في كل تفصيله، حتى لو كانت تفصيله مش منطقيه. كانت بتسهر لحد الفجر عشان تعدل في حاجات 1000 مره، وفي النهايه العميل برضه مش راضي. لكن بعد ما فهمت انها مش ممكن ترضي كل الناس وده مش في ايديها اصلا، بدات تطبق اللي سمته قانون التلت الذهبي. قالت لي بقيت اقسم طاقتي كده: تلت للحاجات اللي انا متاكده انها صح ومهمه، تلت للتجربه والتعلم، وتلت اسيبه فاضي للحاجات اللي ممكن تحصل وانا مش متوقعها. النتيجه مشاريعها بقت احسن وعملائها بقوا اكتر رضا، وهي بقت تنام بدري لاول مره من سنين. بس الاهم من كده ان داليا اكتشفت ان لما بطلت تحاول تسيطر على راي كل عميل، بقت تركز اكتر في شغلها، وده خلى شغلها مميز فعلا. داليا قالت لي حاجه مهمه جدا: لما بطلت اخاف من فكره ان حد ما يحبش شغلي، بدات اعمل شغل يستاهل فعلا انه يتحب. الحل العملي الاول قانون ال3 دوائر. الحل ده جه من تجربه داليا، بس انا حاولت اطوره شويه علشان يناسب ناس اكتر، وتعالى بقى نطبقه سوا. ارسم 3 دوائر في ورقه. الدايره الاولى هي حاجات انت متحكم فيها بنسبه كبيره زي شغلك وتعاملك وقراراتك الشخصيه. الدايره الثانيه حاجات تقدر تاثر عليها شويه، علاقاتك وفرص الشغل وصحتك. الدايره الثالثه حاجات انت مالكش فيها اي سيطره، اراء الناس مثلا، الظروف الاقتصاديه وقرارات الاخرين. كل يوم اقضي 70% من طاقتك في الدايره الاولى، 25 في الدايره الثانيه، و5% بس في الثالثه، ودي علشان تتابعها وما تبقاش متجاهلها. داليا طبقت الحل ده وقالت لي اول اسبوع حسيت بخوف رهيب، كاني بهمل حاجات مهمه، بس بعد شهر حسيت اني بحقق اكتر من اي وقت فات. ادم كان مثال حي على ان احيانا الحاجات بتتعطل مش عشان احنا فاشلين، بس علشان ده احسن توقيت يحصل فيه التطور الحقيقي. ادم كان محبط جدا عشان انتقاله من تجاره للبرمجه ما كانش ماشي زي ما هو عايز. كان بيتعلم برمجه بقاله سنه بس لسه ما جالوش شغل، وده كان مدمره نفسيا. كان بيقول لي انا حاسس اني غلطان، كان لازم افضل في تجاره. بس بعد 8 شهور ادم رجع لي وهو مبسوط جدا، مش بس عشان لقى شغل في البرمجه، بس عشان اكتشف حاجه اهم. قال لي اتعلمت ان الفشل مش فشل لما يكون في طريق التعلم، ده استثمار في المستقبل. ادم حكى لي ان اصعب لحظه مر بيها كانت لما قدم في 15 شركه ومحدش وافق عليه. في اللحظه دي حس ان كل المجهود اللي بذله راح على الفاضي، بس بدل ما يستسلم قرر يعمل حاجه مختلفه. قال لي قررت اتعامل مع الرفض كانه طريقه تعلم مش شتيمه. كل مره حد يرفضني كنت بساله هو انا ايه اللي ناقصني بالظبط، وبدل ما ازعل بدات اعتبرها قائمه مهام للحاجات اللي لازم اتعلمها. النتيجه ان في خلال 3 شهور ادم مش بس لقى شغل، ده كمان بقى من احسن المبرمجين في شركته. ليه؟ عشان كل مره اترفض اتعلم حاجه جديده، وكل مشكله واجهها بقت خبره في شنطته. الحل العملي الثاني تقنيه البيانات العاطفيه. الحل ده جه من تجربه ادم، وهو انك تتعامل مع المشاكل والرفض كانها معلومات مفيده مش هجمات شخصيه. كل مره حاجه ما تمشيش زي ما انت عايز، اسال نفسك 3 اسئله: ايه المعلومه اللي الموقف ده بيديها لي؟ ايه اللي اقدر اتعلمه او احسنه؟ ازاي الخبره دي ممكن تساعدني في موقف قدام؟ ادم قال لي لما بدات افكر كده اكتشفت ان كل حاجه وحشه حصلت لي كانت بتعلمني حاجه ما حدش قدر يعلمهاني في الكليه او الكورسات. محمد صلاح قبل ما يبقى نجم في ليفربول اتباع من تشيلسي واعتبروه مش كفايه للدوري الانجليزي. محمد صلاح كان ممكن يقعد يزعل ويقول ده ظلم او انا مش محظوظ، بس هو عمل ايه؟ اتعامل مع الموضوع كمعلومه. سال نفسه هو انا ايه اللي ناقصني؟ ازاي اقدر احسن من نفسي؟ راح ايطاليا اشتغل على نفسه وحسن مهاراته، وبعدها رجع انجلترا ولعب في ليفربول وبقى من احسن اللعيبه في العالم. محمد صلاح في مقابله مع BBC قال كل مره حد يقول لي لا او افشل في حاجه بفكر فيها كدرس مجاني عشان ابقى احسن. ده مش كلام تحفيزي، ده منهج حياه. نوع كانت في حيره جديده في بدايه حياتها العمليه، كل يوم تلاقيها بتغير رايها في مستقبلها المهني. يوم تقول لك عايزه اشتغل ماركتنج، اليوم اللي بعده تقول لك لا عايزه تدخل في التعليم، بعدها باسبوع تقول لك ده كله غلط وعايزه تفتح مشروعها الخاص. نوع جات لي وقالت لي انا خايفه اختار حاجه واندم عليها، وفي نفس الوقت خايفه افضل كده من غير ما اختار اي حاجه. دي حاله بتحصل لناس كتير قوي خصوصا في العشرينات. بس نوها بعد 4 شهور اتعلمت درس مهم جدا. قالت لي اتعلمت ان احسن قرار هو اللي تاخده وتشتغل عليه بكل طاقتك، مش احسن قرار نظريا. نوع حكيت لي انها قررت تدخل في الماركتنج مش عشان هي متاكده 100% انه الخيار الامثل، بس علشان قررت تدي الاختيار ده فرصه حقيقيه. قالت بدل ما اقعد افكر في كل الاحتمالات لحد ما اتجنن، قررت اختار حاجه واحده واشتغل عليها لمده 6 شهور بكل طاقتي. النتيجه نوح مش بس اكتشفت انها بتحب الماركتنج، ده كمان بقت من انجح الناس في مجالها. تفتكر ليه؟ عشان طاقتها كلها بقت مركزه في حاجه واحده بدل ما تكون مشتته على 1000 احتمال. الحل العملي الثالث قاعده التجربه المحدوده. الحل ده من تجربه نوح، هو انك لما تبقى محتار في قرار ما تقعدش تفكر في كل الاحتمالات، اختار حاجه واحده وجربها لمده محدده بكل طاقتك. قاعده التجربه المحدوده بتشتغل كده: اختار قرار واحد من اللي بتفكر فيهم، حدد له مده زمنيه للتجربه وليكن 6 شهور مثلا، اشتغل على الاختيار ده بكل طاقتك وما تشتتش نفسك. في اخر المده قيم النتائج وقرر هتكمل ولا تغير. نوح قالت لي احسن حاجه في الطريقه دي انها بتخليك تجرب الحاجه فعلا مش مجرد تتخيلها، ولما تجربها هتعرف بقلبك هي مناسبه ليك ولا لا. في دراسه مهمه جدا اتعملت في جامعه ستانفورد على 3000 شخص لمده 5 سنين، لقوا ان الاشخاص اللي بيطبقوا قاعده التجربه المحدوده
المحدوده بيوصلوا قرارات احسن بنسبه 85% من اللي يقعدوا يفكروا لفترات طويله من غير تجربه فعليه. الدراسه اثبتت ان العقل البشري مش قادر يتخيل كل المتغيرات اللي هتحصل في الحياه، بس لما تجرب فعلا دماغك بيجمع معلومات حقيقيه عن الموضوع، وده بيخليك تقدر تقرر احسن. ستيف جوبز لما رجع لابل تاني ما كانش عارف ان الايفون هيغير العالم، هو كان بس عايز يعمل تليفون يكون احسن من اللي موجودين، بس خد قرار يشتغل على المشروع ده بكل طاقته لمده 3 سنين. جوبز اكيد فكر وقال لنفسه ما كنتش اعرف ان الايفون هيبقى كده، بس كنت عارف ان لو ما اشتغلتش عليه بكل طاقتي مش هيبقى اي حاجه خالص. ده نموذج حي لقاعده التجربه المحدوده. خلينا نربط اللي حصل معاهم في مبدا واحد، كلهم اتعلموا انهم يحترموا حدود قدراتهم لكن مش يستسلموا لحدود طموحاتهم. سيف اتعلم يركز طاقته في اللي يقدر ياثر عليه، ده اللي اتعلمت توزع طاقتها صح. ادم اتعلم يستفيد من التحديات، انه اتعلمت تتصرف رغم عدم التاكد. كل واحد منهم اكتشف ان احترام الضعف الانساني مش معناه الاستسلام، ده معناه الاستغلال الذكي للقوه اللي عندك. دلوقتي انت فاهم ان احترام حدودك ده مش نهايه القصه، ده بدايه استراتيجيه لحياه جديده. بس في سؤال مهم، لما تبدا تطبق الكلام ده ايه اللي هيحصل؟ وايه التحديات اللي هتواجهك؟ وازاي تفضل ثابت على المنهج ده حتى لو كل اللي حواليك بيشجعوك على العكس؟ خلينا نتكلم بصراحه عن اللي هيحصل لما تبدا تطبق اللي اتكلمنا عليه. مش هقول لك ان الطريق سهل، ومش هكدب عليك واقول لك ان كله هيبقى وردي من اول يوم. الحقيقه ان في تحديات كبيره قوي هتواجهها، واحسن حاجه اننا نكون مستعدين ليها. اول تحدي هتواجهه هو مقاومه عقلك الباطن. عقلك اتعود سنين انه يحاول يسيطر على كل حاجه، وفجاه انت بتقول له لا احنا مش هنعمل كده تاني. ده هيخلي عقلك يدخل في حاله من الذعر الداخلي، وهيحسسك انك بتهرب من مسؤولياتك. هتلاقي صوت جواك بيقول لك هو انت ازاي تسيب الحاجات تمشي لوحدها؟ ازاي ما تفكرش في كل الاحتمالات الوحشه؟ ازاي تثق في ان الحاجات هتبقى كويس من غير ما تتدخل انت في كل تفصيله؟ ده طبيعي جدا وما تخافش منه. سيف قال لي ان اول اسبوعين حس بقلق رهيب كانه بيعمل حاجات مهمه. ده اللي حكيت لي انها كانت بتصحى بالليل وهي حاسه انها مش بتعمل كفايه. ادم قال لي ان اول ما بدا يتعامل مع الرفض كمعلومه مش مشكله حس انه بيكذب على نفسه. بس بعد فتره من التجارب كلهم قالوا لي نفس الجمله. بعد شهر بدانا نحس بسلام وهدوء ما كناش نعرفهم قبل كده. المشكله الثانيه ان المجتمع حواليك مش هيفهم اللي انت بتعمله. الناس اتعودت تشوف القوه في السيطره والنجاح في التحكم الكامل في كل حاجه. لما تبدا تقول مش كل حاجه في ايدي وده عادي، هتلاقي الناس بتقول لك انك بتستسلم او انك ما بقتش طموح. نوع حكيت لي موقف مؤثر، قالت ان لما بدات تطبق قاعده التجربه المحدوده وقررت تركز في الماركتنج لمده 6 شهور، اهلها قالوا لها ازاي تقفلي على نفسك في مجال واحد، ازاي ما تجربيش حاجات كتير في نفس الوقت. ونوع قالت لي في اللحظه دي شكيت في نفسي، فكرت ان ممكن اكون انا الغلطانه ولا دافع عن استسلام. بس لما رجعت لي وقعدنا مع بعض هي فضلت على قرارها، والنتيجه ان بعد 6 شهور نفس الناس اللي انتقدوها بقت تقول لها انت عبقريه، ده كان قرارك صح جدا. الدرس هنا انك ما تخليش اراء الاخرين تخرجك عن طريقك، خصوصا لو انت شايف نتائج ايجابيه في حياتك. الناس بتحكم على اللي بتشوفه من بره، بس انت اللي عايش تجربه من جوه، وانت اللي عايش حياتك فعلا. اصعب تحدي بقى هيواجهك هو ان في لحظات الازمات هتحس ان الطريقه القديمه كانت امن. لما تحس مشكله في الشغل او تمر بظروف صعبه، عقلك هيقول لك شفت بقى، مش لو كنت بتسيطر على كل حاجه زي زمان ما كانش حصل كده. ادم مر بالتجربه دي بعد ما بدا يتعامل مع الرفض كمعلومات ونجح في شغله. حصل له موقف صعب جدا، المدير بتاعه طلع شخص صعب جدا وبدا ينتقده باستمرار. ادم في الاول حاول يطبق اللي اتعلمه، بس بعد شهر من الانتقادات بدا يشك في نفسه. قال لي بدات افكر ان ممكن اكون محتاج ارجع للطريقه القديمه، احاول اتحكم في كل حاجه واضمن ان المدير يحبني. بس ادم قرر يصبر شويه ويفتكر النتائج الايجابيه اللي حققها. وفعلا بعد شهر المدير ده اتنقل لقسم تاني وادم فضل في مكانه وبقوه اكبر. ادم قال لي لو كنت رجعت للطريقه القديمه وحاولت اتحكم في راي المدير فيا كنت اتجننت نفسيا وما حققتش اي نتيجه، بس علشان فضلت ثابت على اللي اتعلمته عديت المرحله دي وانا اقوى. فاروق الباز لو تعرفوه، العالم المصري العظيم اللي شارك في مشروع ابولو لاستكشاف القمر، حكى في مذكراته قصه مؤثره جدا. قال ان في مرحله من المشروع حصلت مشاكل تقنيه رهيبه كانت هتلغي المهمه كلها. فاروق الباز قال ان زملائه الامريكان في ناسا بداوا يدخلوا في حاله ذعر، كل واحد بيحاول يسيطر على مشاكل هي اصلا خارجه عن سيطرته. بس هو قرر يعمل حاجه مختلفه، ركز كل طاقته في اللي يقدر يعمله، تحليل البيانات الجيولوجيه واعداد الخرائط. النتيجه مش بس المشروع نجح، ده كمان فاروق الباز بقى من اهم العلماء في المشروع كله، وبعدها اصبح مستشار علمي في وكاله ناسا. فاروق الباز الحقيقه قال جمله مهمه جدا، اتعلمت ان العبقريه مش في انك تسيطر على كل حاجه، العبقريه في انك تركز كل طاقتك في اللي انت فعلا تقدر تاثر عليه. لما تفضل ثابت على منهج ان مش كل حاجه في ايدك هتبدا تلاحظ تغييرات حقيقيه في حياتك، مش بس تغيرات نفسيه، ده كمان تغيرات عمليه ملموسه. اول حاجه هتلاحظها ان نومك بدا يتحسن، عقلك مش هيفضل سهران طول الليل وهو بيحسب الف حساب للحاجات اللي خارجه عن سيطرتك، هتنام وانت مرتاح الضمير انك عملت اللي تقدر عليه. تاني حاجه ان تركيزك هيزيد لما تبطل تشتت طاقتك على مليون حاجه وتركزها في اللي فعلا في ايدك، هتلاقي انك بتحقق نتائج احسن في وقت اقل. تالت حاجه ان علاقاتك هتتحسن، مش هتبقى بتحاول تسيطر على كل مشاعر وافعال الناس اللي حواليك، وده هيخليهم مرتاحين معاك اكتر. في دراسه اتعملت في جامعه ميشيغان على 10000 شخص، دراسه مش سهله ومش بسيطه، وفضلت الدراسه دي لمده تقارب ال7 سنين. كانوا بيدرسوا حاجه واحده، التحكم في حياتك، يعني فكره انك تركز على اللي تقدر تتحكم فيه بدل ما تضيع وقتك في محاولات يائسه للسيطره على اللي مش في ايدك. وصدقني النتيجه كانت مدهشه، الناس اللي طبقوا المبدا ده عاشوا 12 سنه اطول من غيرهم، ومش بس عاشوا اطول، لا كانوا اكتر سعاده واكتر هدوء، ومعدل الاصابه بالاكتئاب عندهم اقل ب 60%. ده مش مجرد رقم، ده فرق في الحياه كلها. وانت لو وقفت لحظه كده وفكرت هل هتفضل تدور على حاجات مش في ايدك
طب والحياه اللي بتعدي قدامك دي، الضغوط اللي كل يوم بتزيد، ولا الافضل نركز على اللي في ايدينا؟ الناس اللي كانوا بيطبقوا المبدا ده كانوا مركزين على حاجه بسيطه لكن قويه جدا، ازاي يركزوا طاقتهم في الحاجه اللي يقدروا يغيروها مش في حاجه تانية، مش الحاجات اللي بيشيلوا همها في دماغهم من غير ما يقدروا يتحكموا فيها. تخيل كده لو بدل ما تفضل تندب حظك وتلوم نفسك على حاجه ما كانش ليك فيها نصيب، قررت تشتغل على حاجات بسيطه تقدر تغيرها في يومك. مثلا لو قررت تبطل تاجل، او قررت تبص على الامور الصغيره اللي ممكن تغيرها. وده كان السر في اللي حصل مع الناس دي، بدل ما ضيعوا طاقتهم في تفكير سلبي او محاولات تغيير المستحيل، بدأوا يركزوا في الحاجات اللي يقدروا يعملوها، بدأوا ياخدوا قرارات بسيطة بس قوية. انت لو فكرت شوية هتكتشف انك طول الوقت عندك الاختيار ده، هل هتستمر في المحاولة في التحكم في اللي مش في ايدك، ولا هتركز في اللي تقدر تغيره؟ وبكده هتقدر تحس بجزء من الراحة النفسية وتحقق انجازات مش ممكن كنت تتخيلها. ده مش كلام عابر، ده علم وطريق حياة جديد ممكن يكون سبب انك تعيش حياة اطول وتبقى اكتر سعادة، لان في النهاية انت في ايدك تحدد حياتك. دلوقتي عايز اقول لك حاجة بيني وبينك، انت مش محتاج تسيطر على الكون كله عشان تحقق احلامك، ولا محتاج تكون مثالي في كل حاجة عشان تستاهل السعادة. انت انسان وده مش عيب، ده شرف. انسانيتك دي هي اللي بتخليك قادر تحس، تتعلم وتتطور وتاثر في الاخرين. ضعفك ده مش نقطه ضعف، ده نقطه قوه لو عرفت تستغلها صح. بص يا صديقي، انا عارف انك تعبت، عارف انك بقالك سنين بتحارب في معارك مستحيله، بتحاول ترضي ناس مش ممكن ترضيها، وتضمن حاجات مش مضمونه، تحاول تسيطر على حاجات اكبر منك، وان في ليالي كتير قعدت سهران وبتفكر هو انا ليه مش قادر على الحاجات دي؟ ليه الحياه صعبه عليا كده؟ ليه كل ما احاول اعمل حاجه كويسه الدنيا بتقلب عليا؟ عارف ان في لحظات حسيت فيها انك لوحدك في الدنيا دي، وان محدش فاهمك، وان كل اللي حواليك حياتهم بتمشي بسهوله وانت الوحيد اللي بتعاني. بس تعرف انت مش لوحدك، كل واحد من اللي بيسمعوني دلوقتي عدى بنفس اللي انت بتعدي بيه. كل واحد فينا حارب في نفس المعركه دي، معركه محاوله السيطره على اللي مش في سيطرتنا. كل واحد فينا محتاج يسمع الكلام ده. انت كفايه جدا وكويس بالشكل اللي انت فيه، وتستاهل تبقى اسعد من كده. مش محتاج تكون اقوى، ولا محتاج تسيطر على حياتك اكتر من كده. مش محتاج تكون مثالي، انت كل اللي انت محتاجه انك تحترم انسانيتك، تحترم ان انت بشر ليك حدود، وان الحدود دي مش عيب، دي هي اللي بتخليك انت. تحترم ان في قدر في حياتك، وان القدر ده مش ضدك، ده جزء من رحلتك. كل حاجه وحشه حصلت لك كانت بتعلمك حاجه، كل الم عديت بيه كان بيقويك، كل مره فشلت فيها كانت بتجهزك للنجاح اللي جاي. دلوقتي في اللحظه دي انا عايزك تاخد نفس عميق، عايزك تفتكر قلبك. القلب ده اللي بيدق دلوقتي جواك، ده مش بيدق بس عشان يضخ الدم، ده بيدق عشان يفكرك انك حي، انك موجود، وانك لسه ليك قيمه في الحياه. كل دقه من دقات القلب ده هي تذكير من ربنا انك مهم، انك ليك رساله في الحياه، وان اهميتك في الحياه لسه موجوده، وانك تقدر تعمل فرق. بس مش هتعمل الفرق ده لو فضلت بتحارب الكون كله، هتعمل الفرق ده لما تركز طاقتك في اللي انت فعلا تقدر تاثر عليه. الفرق اللي هتعمله مش في انك تسيطر على كل حاجه، الفرق في انك تحسن كل حاجه تلمسها، ان يكون ليك تاثير في العالم المحيط بيك مش العالم الخارجي. انت ممكن تبقى رقم بالنسبه للعالم، لكن بالنسبه لشخص واحد بس انت ممكن تبقى العالم بتاعه كله. انت مش هتغير العالم كله، بس هتغير جزء منه. مش هترضي كل الناس، بس الناس اللي حواليك هتحس بوجودك وطاقتك الايجابيه. مش هتضمن ان كل حاجه تمشي زي ما انت عايز، بس هتضمن انك عملت اللي عليك بكل اخلاص. الحياه مش محتاجه منك انك تبقى خارق، محتاجه منك انك تبقى انت، محتاجه حبك وحنيتك وطاقتك واحلامك، وحتى خوفك وقلقك. كل ده جزء منك وكله مطلوب. ما تحاربش جزء منك، افهمه. ما تنكرش ضعفك، استغله عشان تقرب من الناس وتفهمهم. ما تخافش من انك ما تعرفش اللي جاي، ده اللي بيخلي الحياه مغامره لازم تتعايش. انا مؤمن بيك جدا، مؤمن انك تقدر تعيش حياه سعيده، مؤمن انك تستاهل كل خير، وان ربنا خلقك عشان حاجه حلوه. واهم حاجه انا عارف انك قوي، قوي بانسانيتك وقوي بضعفك، قوي بقبولك للحاجات اللي مش في ايدك. ودلوقتي قوم اعمل اللي تقدر عليه وسيب الباقي لربنا. هتلاقي ان الحياه ابسط واحلى مما كنت فاكر. وخليني افكرك تاني، انا هنا معاك في الرحله دي خطوه بخطوه لحد ما ننجح سوا ونوصل للي بنتمناه.